السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة توب ميكس علي المنسي، مش كل ميكس يبقى توب ميكس. النهارده الحلقة دي مخصوص عشان الناس اللي كلمتني قالت لي كل ما نجيب دفعة زغاليل بتدمع، كل ما نجيب دفعة زغاليل بتمرض مني، كل ما نجيب دفعة زغاليل بتتعب مني. بص يا باشا، أنت السبب. أنت السبب. عارف ليه السبب؟ عشان بتنزل السوق، خش السوق يا معلم، زغلولين من هنا، زغلولين من هنا، زغلول من هنا، كله في قلب بعض، حط في تشارت على سيب، طلع في الهواء. الحمام بيجي له دمعة عين، الحمام بيبرد، الحمام بيكش وبيقعد على جنب، الحمام بيجي له سالمونيلا. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل. بيبقى انت السبب. بيبقى انت السبب. عايز تجيب زغاليل؟ ممكن تكون واحد واثق منه، تروح تاخد منه دفعة زغاليل واحدة وتشببها عندك وتطيرها، هتطلع معاك كتف واحد وهتشتغل معاك كويس. هتقول لي طب انا ما عنديش حد اعرفه واثق فيه اللي هو عنده دفعة زغاليل واحدة. هقول لك تعمل ايه؟ لما تيجي ننزل السوق نقي يا عم زغاليل زي ما انت عايز. اشتري من ده ومن ده ومن ده، بس اشتغل معاهم صح. اشتغل معاهم بدماغك عشان ما يتعبوش منك. ولو زغلول تعب بيجر الباقي كله بيجيبه لك الارض. مش ده اللي بيحصل معاك؟ لو زغلول تعب بتلاقي ده وراه ده وراه ده وراه ده وراه، هوبا دي الدفعه كلها وقعت. يبقى انت لما تنزل تجمع زغلولتين من السوق لازم تشتغل معاهم صح. مش تاخدهم من السوق على النش على طول. ما ينفعش. ما ينفعش تاخدهم من السوق على النش. هشتغل معاهم كويس بقى. انت بتبقى شايل صحته كويسه وده صحته كويسه، ده صحته كويسه. ممكن واحد يكون شايل فيهم مرض بس انت مش واخد بالك. ده شايل مرض، جه شرب من المسقه كله اتضرب. ده مش عارف كل مع ده كله اتضرب كله وقع. يبقى انت هتعمل ايه يا معلم؟ هتجيب دفعه الزغاليل بتاعتك، هتحطها في المصطبه قبل ما تسيبها على الارض. قبل ما تسيبها على الارض. انا هقول لك على حل، هو متعب شويه بس الحل دوت هيريحك. الحل دوت لو عملته معايا هيريحك. هو هتعمله يوم واحد بس. هتعمله يوم واحد بس. جبت مثلا 6 زغاليل، نفترض ولو يكن 6 زغاليل، بيبقى عندك انت 6 بيبان موجودين في اللي انت مجهز نش. طالما نزلت جبت 6 زغاليل، جبت 10 يبقى انت عندك 10 بيبان. جبت 20 يبقى انت عندك 20 باب. ما انت مش هتنزل تجيب زغاليل وانت ما عندكش بيبان. اتفقنا؟ نفترض ولو يكن 6 زغاليل، كل زغلول هتدخله عين عندك في الغيه بتاعتك او في السلاكه او في اي حته، وهتحط تحت منه ورقه جورنان. هتحط تحت منه ورقه جورنان وهتبص على الزرق بتاعه. لقيت الزرق بتاعه فيه اسهال، فيه كده فيه كده، يبقى ده مشكوك منه. هتعمل له استبعاد. هتعمل له استبعاد. هتبص على الباقي. لقيت الباقي مثلا كويسين، في السته طالع معايا 2 الزرق بتاعهم مش معدول، يبقى احنا كده عندنا الاثنين دول كده هم فيهم غلط. الاثنين دول كده ما ينفعش ياكلوا ويشربوا مع الحمام، عشان لو كلوا وشربوا مع الحمام هيقلبوا الباقي. اتفقنا؟ وهناخدوا الاثنين دول هنحطهم في عين ونشتغل معاهم. والباقي برضه هنشتغل معاه، مش هنسيبوه كده. والباقي برضه هنشتغل معاه. يبقى انت كده عرفت مين اللي عندك تعبان مش من اللي تعبان. اتفقنا؟ هنشتغل مع الاثنين دول لوحديهم والاربعه دول لوحديهم. هتجيب اي حاجه للديدان، هتحط 1 سم على لتر ميه وهتشرب الحمام كل يوم، اللي هم ال6 حمامات، وانت فاصل الاثنين لوحديهم. كده اول يوم عدى. تاني يوم هتجيب مطهر معوي وهتشرب الحمام كل يوم. تالت يوم هتجيب له املاح معدنيه. يعني ايه املاح معدنيه؟ اي بتراوي عندك قول له عايز املاح معدنيه وهتشرب الحمام منه يوم. اتفقنا؟ يبقى انت كده موتت الديدان، عملت له مطهر في المعده، رفعت مناعه الفرد بالاملاح المعدنيه. حط زغاليلك مع بعضيها واتفرج عليها، وان شاء الله ولا هيجي لك دمعه عين، ولا هيجي لك ان الفرد يكش ويقعد على جنب، ولا هيجي لك اي حاجه من الكلام ده كله. فتح دماغك. والافضل من كل الكلام ده كله انك تجيب زغاليل من عند واحد انت واثق منه. ما جبتش يا عم عند انت حد واثق منه، يبقى هات زغاليل نضيفه، هات زغاليل فايقه، ما تسترخص. مفيش زغلول عندك تحس ان هو واقع تاخده توقعه وتحطه مع دول هيوقع لك الدنيا. اتفقنا يا رجاله؟ واحد دلوقتي ممكن يقول لي ايه يا عم اللي انت قلت كله ده ديدان وفلاجيل ايه ده كله؟ طب ما انا اديهم مضاد حيوي. يا عم مضاد حيوي ايه؟ مضاد حيوي اللي هتديه للزغلول ده لسه عيل، لسه صغير. مضاد الحيوي ده لما تدوه لما يكون حالته متاخره تديها له. هتدي الزغلول مضاد حيوي هتقضي عليه. لو عطيت الزغلول مضاد حيوي هتقضي عليه. احنا كبني ادمين الاطفال عيالنا ما بيستحملوش المضاد حيوي. هتدي بقى الزغلول انت مضاد حيوي؟ فاهمني؟ اشتغل معاه صح. اشتغل معاه صح.
اديله حاجه مطهر للمعده، اديله حاجه تقتل الديدان، ارفع مناعته باملاح معدنيه، اديله امينونت، اديله فيتاماونت، ادي حاجه تنعنش الزغلول، مش تدي حاجه توقع الزغلول. الكلام اللي بقوله لك دوت ما بقولكش من دماغي. الكلام اللي انا طالع اقوله لك دوت مش بقوله من دماغي، انا لو طلعت من عندي طلعت زغاليل بعمل فيها كده واطلعها فوق. الحمد لله رب العالمين. انا ما ببيعش زغاليل عشان ما حدش يكلمني على حمام، انا مش ببيع حمام. انا اللي بقول لكم عليه دوت انا بعمله في زغاليلي وهي طالعه، وانا واثق ان ما فيهاش حاجه، بس برضه بعملها. مش هخسر حاجه لما اغسل له معدته. اي فرد حمام جوه منه ديدان، اي فرد حمام جوه منه ديدان، فاهمني؟ فلازم اشتغل مع الفرد. انا طالع عندي الزغلولتين لازم اشتغل معاهم بقى شغل نضيف بقى. انا كده كده ما ببيعش، مش هخسر حاجه لما احط له يوم ديدان يوم فيلاجيل، وانا واثق ان هو ما فيهوش حاجه، بس عادي دي حاجتي بهتم بيها لنفسي مش لغيري. وانا الكلام اللي بقوله لك دوت بقول لك عن تجربه، عايز تعمل اعمل، مش عايز تعمل براحتك، بس انا بقول لك اللي بعمله معايا وبينجح معايا. واحلى مسا عليك، وان شاء الله تحت امركم في اي سؤال، واللي يقف معايا حاجه يكلمني. اذا عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.